بنات، حد فيكم يقوم يفتح الباب يلا، الجرس بيرن. ايه ده يا ماما؟ الجرس بيرن ازاي؟ يعني ايه جرس بيرن ازاي؟ بيرن كده عادي. اصل احنا لسه ناقلين جديد، ازاي في حد بيرن علينا؟ ايوه فعلا، ولو بابا كان فتح بالمفتاح على طول ودخل. ماما ده اكيد حرامي، احنا مش هنروح نفتح. حرامي ايه بس انتي وهي؟ يمكن اي حد بيرن علينا، لازم نفتح الباب. قوموا افتحوا يلا الباب. لا يا ماما، انا خايفة بصراحة. ازاي ده اول يوم لينا هنا؟ حد يرن علينا؟ بلاش كسل انتي وهي، يلا قومي افتحي الباب. حاضر يا ماما، انا قايمة اهو. بس لو طلع حرامي وحصل لنا حاجة يبقى انتي السبب. ماشي يا حلوة، قومي بقى. حاضر. حاضر جاية اهو. ايه؟ مين؟ ازيك يا بنتي، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. ايه، ممكن تناديلي ماما؟ طيب حاضر، هناديها دقيقة واحدة. ماشي. ماما اطلعي شوفي، في واحدة برا عايزاكي. واحدة مين؟ مش عارفة، مش انتي قلتلنا افتحوا الباب؟ في واحدة برا بقى عايزاكي، روحي شوفيها. حاضر، اما اشوف اخرتها ايه. صباح الخير. صباح النور. انا جارتكوا اللي جنبكوا على طول هنا، كنت جاي اسلم عليكي. اه اهلا وسهلا. معلش، اصل احنا لسه ناقلين النهارده فمش عارفين اي حد، فكنا قلقانين بس ان احنا نفتح. لا، انا جارتكوا اللي جنبكوا على طول. اه اهلا وسهلا. ايه انتي مش هتقوليلي اتفضلي بقى ولا ايه؟ لا طبعا، اتفضلي اتفضلي. ماشي. بنات، سلموا على جارتنا، دي ساكنة في البيت اللي جنبينا. ازيك يا طنط، عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله يا بنات. انا جيت بس اطمن عليكم واشوفكم لو عايزين اي حاجة، انا موجودة جنبيكوا اهو. يا ريت بجد، عشان احنا مش عارفين اي حاجة هنا. ايوه طبعا، انا موجودة معاكوا على طول، في اي وقت خبطوا عليا وانا موجودة. ربنا يخليكي بجد. بصراحة بقى انا جيت قلت كنت عايزة اتفرج على البيت بتاعك، بشوفه من عندي من البلكونة تحفة حلوة قوي، بس كنت عايزة اشوف من جوه عامل ازاي. آه ايوه طبعا، اتفضلي عادي. ايه ده؟ وفي حد ينفع يقول اللي هي قالته ده؟ مش عارفة، شكلها غريب شوية. اه بصراحة هي غريبة. تعالي اتفضلي افرجك على الجنينة بتاعتنا. ماشي يلا. في ايه يا بنات، مالكوا واقفين كده ليه؟ روحوا يلا اعملوا لنا عصير، عيب الضيفة واقفة. ايه يا ماما، هي ازاي تقولك ان هي داخلة عشان تتفرج على البيت كده؟ طيب وفيها ايه يا بنتي؟ طبيعي، احنا ناقلين في بيت جديد، لازم الناس تيجي تتفرج عليه. بس دي احنا ما نعرفهاش خالص يا ماما، لسه شايفينها حالا، مش عارفين هي مين. عادي عادي، دي جارتنا، طبيعي ان هي تعمل كده، واحنا لازم نعزمها عندنا. ماشي يا ماما، بصراحة انا معرفش في الحاجات دي، براحتك انتي تصرفي. ايه رأيك بقى في الجنينة بتاعتنا؟ بصراحة انا عاملة كل حاجة فيها على ذوقي، ومظبطة الدنيا كده. ايه بصراحة اقولك الحقيقة وما تزعليش مني. اه طبعا اتفضلي. الديكور مش حلو خالص، في حاجات احلى من كده بكتير. لا لا، مش عاجبني خالص. ليه بس كده؟ ده انا منقيه كل حاجة على ذوقي. مش عارفة، لا انتي لازم كنتي تاخدي رأيي قبل ما تعملي الحاجات دي. طيب معلش، ما انا ما كنتش اعرف بقى ان انتي ساكنة جنبي. لا بصي، كل حاجة من الحاجات دي انا هغيرها لك بنفسي. إيه بس انا لسه مغيراها، مش مستاهل يعني نغيرها تاني. بصراحة انا مش عاجباني كده، لازم تغيريها. حاضر، هبقى اشوف كده الموضوع ده.
ما تقلقيش، انا معاكي في كل حاجه، هغيرلك كل حاجه واخليها حلوه جدا. بس انا عجباني الحاجه كده. وانتي فاهمه ايه؟ بس انتي في الحاجات دي انا فاهمه كل حاجه، سيبيني بس وانا هتصرف. طيب ماشي. ايه بقى، مش هتوريني المطبخ ولا ايه؟ لا هوريكي كل حاجه، تعالي بس. يلا بقى. اهو ده المطبخ بتاعي. اه حلو شغال يعني. ليه يا طنط بس؟ ده حلو قوي. هو مش عاجبك ولا ايه؟ بصراحة كده انا المطبخ عندي احلى من ده بكتير. ده مش عاجبني خالص الصراحة. الاذواق دي ما مش حلوة، مش عاجباني خالص. طيب يا طنط بس عادي يعني، دي عجبانة. ماشي. المهم، هتغدينا ايه النهاردة؟ إيه، لسه ما فكرتش، بس هعمل غدا ان شاء الله دلوقتي. بصي بقى، انا عايزة محشي، وعايزة ايه تاني، ومكرونة بالبشاميل، وممكن تعملي ايه تاني، وجلاش كمان. حاضر هعمل كل ده دلوقتي. استنيني بس، هخلص بسرعة. ماشي ما تقلقيش، انا هعمل معاكي كل حاجة. لا انا مش عايزة اتعبك، خليكي انتي وانا هعمل كل حاجة. بصي انتي كده اكنك بتعتبريني ضيفة. ازاي تقوليلي كده؟ لازم اساعد معاكي واعمل معاكي في كل حاجة. طيب براحتك. بنات روحوا بقى اقعدوا في الصالة شوية. حاضر يا ماما. بصراحة بقى جارتنا دي غريبة جدا. بصراحة، يعني هي ازاي تقول على المطبخ بتاعنا والحاجة بتاعتنا وحشة، واحنا بنقولها ان احنا اللي منقيينها ومختارينها؟ بجد دي حاجة تزعل قوي. فعلا. بس هي عادي، فممكن ما تقولش الحاجات دي. مش عارفة بقى. خلاص انا هكمل الباقي. ماشي كملي، وانا هطلع اشوف البنات برا. ماشي هاجي وراكي اهو. ماشي اتفضلي اقعدي. حاضر. هما دول الاتنين بناتك؟ بناتي. بس معلش بقى هقولك على حاجة، بس ما تتضايقيش مني. لا قولي مفيش حاجة. ازاي تخلي بنتك تصبغ شعرها في السن ده؟ دي صغيرة قوي على الكلام ده. ايه لا، هي مش صبغة شعرها، هو ده شعرها لونه كده. ايه ده بجد؟ بس بصراحة احلى حاجة ان الشعر يبقى ناعم. شعرها خشن قوي، ايه ده؟ لا هو شعرها مش خشن. يا طنط شعري كيرلي، خشن ايه بس؟ وده كده طبيعي. اعمل ايه يعني؟ بصراحة انا على ايامي كان الشعر الناعم الحرير هو ده احلى شعر، لكن ده شعر خشن كده. ماما انا هروح الاوضه بتاعتي بقى. ماشي يا بنتي براحتك. ايه هي مشيت ليه؟ هي زعلت ولا ايه؟ لا ما زعلتش ولا حاجه، هي تلاقيها عايزه تنام شويه. عادي يا طنط مفيش حاجه. طيب اقعدي. ايه يا بنتي، هو ايه اللي انتي عاملاه في شعرك ده؟ شكله وحش قوي، انتي ازاي سايبه بنتك تعمل كده؟ طيب وفيها ايه بس؟ هي بتحب تعمل شعرها كده. مش عارفه، غريب جدا. مش عارفه، شبه حبل الغسيل كده. ايه، انا شعري شبه حبل الغسيل؟ ايوه، انتي عامله كده ليه؟ دي راستا يا طنط. غسيل ايه بس؟ انا مش عارفه انتي سايبه بناتك كده ازاي. واحده شعرها خشن والتانية شعرها غريب جدا. عادي مفيهاش حاجه، شعرهم كده شكله حلو. حلو ايه بس؟ تلاقي ناس تتريق عليهم في الشارع. انا ماشيه يا ماما. خليكي قاعده معانا يا بنتي شويه. لا خلاص انا همشي قبل ما اتعصب.
ايه ده، مشيت ليه؟ لا ولا حاجة، عادي، هي بس بتتعصب كده كل شوية، ما تاخديش في بالك انتي. طيب مش هتجيبلنا الاكل بقى ولا ايه؟ حاضر حاضر، ايوه اجيبه اهو. يلا بقى يا بنات عشان ناكل. حاضر يا ماما. ايوه هاتي بقى دوق اكلك عشان اقولك انتي اكلك حلو ولا وحش. حاضر، خدي يا هدوئي. الله يا ماما، البيتزا حلوة قوي. ايه ده، الاكل طعمه مش حلو خالص. ليه بس كده، انا عاملاه حلو قوي، دوقي حتى كده. يا ماما الاكل بتاعك حلو قوي. يا طنط على فكرة ما ينفعش تقولي لماما كده، يعني هي وقفت وتعبت في الاكل، ازاي تقولي لها بعد كده ان طعمه وحش قوي؟ فعلا ما ينفعش كده، اكيد انتي هتزعليها. ليه بس، هي دي حاجة تزعل؟ مامتكو شكلها مش بتعرف تطبخ. طيب يا طنط، هو في حد قال ان هي بتعرف تطبخ؟ لا. طب ليه توقعتي ان هي مش بتعرف؟ خلاص خلاص، مش مهم الكلام على الاكل بقى. طيب يا طنط خلاص، ابقي اعزمينا مره وندوق الاكل بتاعك، انا متاكده يبقى حلو قوي. ايه اعزمكو؟ ليه اعزمكو بس؟ وفيها ايه يا طنط اما تعزمينا عندك، مش انتي جارتنا؟ ايوه طبعا جارتكو، بس إيه، انا بصراحه بحب يبقى في حدود ما بيني وما بين جيراني، انا بصراحه حساكوا كده حشريين وهتبقوا على طول عايزين تيجوا عندي. احنا يا طنط؟ ليه، هو احنا عملنا ايه بس؟ ليه كده بس؟ انتي بس عشان بتقولي على اكل ماما مش حلو فبقولك تعزمينا وندوق اكلك. احنا مش حشريين خالص على فكرة. لا لا، انا ماشية خلاص، وبصراحة انا ما بحبش حد يدخل عندي البيت. طيب ما احنا عادي دخلناكي عندنا. اه فيها ايه؟ لا، انا عادي ادخل بيوت الناس، بس انا ما حدش يدخل البيت بتاعي ابدا، انا ما بحبش كده. وعلى فكرة انتوا لو خبطتوا عليا انا مش هفتح لكم. يا نهار ابيض، ليه كده؟ وفين بقى اللي انتي كنتين حاجة؟ نخبط عليكي على طول. لا عادي، كنت بقولكوا كده بس كنت عايزة اجي اتفرج على البيت بتاعكم. انا كنت عارفة. خلاص ماشي، شكرا، احنا اكيد مش هنيجي نطلب منك اي حاجة ولا هنجيلك، ما تخافيش. ماشي، يلا باي. بقى احنا يا ماما حشريين؟ لا يا حبايبي، خلاص عادي.